السلام عليكم. وعليكم السلام. شيء حضرتك؟ حياكم الله. نعم شيء. دكتور محمد موجود؟ ايوه ابراهيم، اتفضل. حياك الله. تتخلق باخلاق اهل البيت. إن شاء الله كلنا إحنا نتخلق بأخلاق الإسلام. طيب ايش اكتر موضوع فاهم فيه؟ طيب عندي رواية هنا أنا بخصوص شهر رمضان، يعني قرأتها بصحيح البخاري تحقيق البغاء، باب كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم. يقول هنا: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي قال: أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل قلت رقم نظر. الرواية كم؟ رقم الرواية نعم. 4239. أكمل. يا واحد. فلما أصبح قال: أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود. فلما قلت أكمل فلما أصبح بلي 4000. 4000 كم؟ 4239. أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا. فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت وسادي. قال: إن وسادك إذن لعريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وهنا إيش راح يقول؟ وسادك إذن لعريض. الوسادة هو المخدة، وهذا الكلام كناية عن الوصف بالغباء. إذا كان يعني هنا النبي يوصف الصحابة بالأغبياء وهم حملة الدين، فأين تفسير النبي في صحيح المفروض يا البخاري؟ عم التهريج اللي انت بتقوله ده. إيه هذا جاي يشرح، يقول انه الانبياء الصحابه انه هذا اذا لو وسادك لعريض، وسادك اذا لعريض. حدثني موسى بن الكلام اسماعيل كنايه عن الوصف بالغباوه. اسمعني. يعني اذا كان الصحابه استاذ لازم اسمع عليه بس، اسمع، انت بتهبل. بهذا انا مفيش الغباء، اين تفسير النبي في صحيح البخاري؟ هذا دليل على ان البخاري قمع سنه اسمع النبي بس، وتفسير اسمع بس، النبي انت وقمع صحابة. النبي انت وضيع صرخي. سنه النبي. انت صارخ صح؟ نعم صرخي. طيب هنا يوصف انه الصحابه بالغباء، فاين تفسير النبي؟ اذا كان لا، النبي احنا لم يفسر القران بنوصفك انت لماذا لم وصرخيك، بنوصفك انت وصرخيك بالغباء، لان انتوا سبب لا، الغباء اللي هذا بصحيح البخاري جاي يقول: وسادك إذن لعريض، الوسادة المخدة، وهذا الكلام كناية عن الوصف بالغباوة. إذا يا كان عم الصحابة هم حملة اللي الدين فوق والنبي نزلوا يوصفهم الأهل بالغباء، فلماذا النبي نزلوا يا البخاري جدعان ضيع فين؟ تفسير لأن انتوا القرآن بالبخاري؟ ليش ما روى تفسير القرآن للنبي يا بالبخاري؟ عم نزلوا يا عم عمرو، انت بتهزر يا عم عمرو، انا صعبت. والله معلش كان عندي مكالمة، والله أول ما سمعتك جيت على طول، معلش. في يا جماعة، انتوا كلكم نمتوا مرة واحدة.